الوحده دي بالنسبه لي انا بسميها المرايه. قولا واحدا هي بتوقفك كده قدام المرايه، بتوقفك قدام نفسك وتكشفك. لو انت مش جاهز لحاجه زي دي انت عمرك ما هتحب الوحده. وفي الفيديو ده مش هدفي ان انا اقول لك سيب بيت اهلك وروح اقعد لوحدك، لا، الهدف من ان انا افهمك المميزات، ولو انت خايف تاخد الخطوه وحابب تاخدها وتجرب هقول لك، فاهم؟ انما الوحده ما ينفعش تعتمد عليها بشكل كلي في بعض يعني هي جزء من حياتك انما ما ينفعش تبقى كل حياتك. تمام؟ زي ما قلت لك انا هحكي بعض التجارب والحاجات اللي انا استفدت منها بحيث تبقى انت فاهم داخل على ايه. ولو انت عندك مشكله من الحاجات اللي انا هقولها فانت محتاج تجرب الوحده وتشوف، لان فعلا الوحده ليها ايه مميزات كده. تمام؟ واهم حاجه لما تيجي تقعد لوحدك تكون قاعد لوحدك بمزاجك، فاهم؟ ما يكونش مثلا اهلك كارهينك، ما يكونش غصب عنك، ما يكونش مشاكل بينك وبين اهلك، لا الكلام ده ملوش علاقه باللي انا بقوله. انك تقعد لوحدك لان كده كده هتضطر تتعامل مع اهلك، فاهم؟ انما ما تبقاش شخص رزل محدش طايقك وتقول لي اه انا هروح اقعد لوحدي. لا، انت كده محتاج تراجع نفسك الاول. اول حاجه الوحده بتعملها ان هي بتكشفك من غير جمهور. زي مثلا انت دلوقتي قاعد لوحدك خلاص، هتعمل اكلك، هتنظف، لو في مشكله حصلت بقى في السباكه في الكهرباء، محتاج فلوس محتاج مساعده، خلاص انت اللي هتعتمد على نفسك. مثلا الكهربائي انت اللي هتنزل تجيبه وانت اللي هتقف معاه وانت اللي هتحاسبه، خلاص فاهم؟ انت هتعمل كل حاجه بمعنى الكلمه. تمام؟ وضيف على ده كله انك بتشتغل. تمام؟ ساعتها انت في الوقت ده هتعرف قيمه نفسك، هتعرف اخرك فين. هنا بقى مفيش مجاملات ولا في بقى شغل بقى استعباط والكلام ده، لا خالص. الشماعه اللي انت كنت متداري عليها سواء بقى اهلك صحابك اي حد بيساعدك بيخدمك مراتك حتى لو انت متجوز، خلاص الحاجات دي اختفت، قيمتك الحقيقيه هتظهر. تاني حاجه في الوحده ان انت ما بتعرفش تمثل. بمعنى ان انت لو حاولت تشتغل نفسك اكيد غصب عني اكيد مش عارف ايه، هتلاقي كله بيطب فوق دماغك. يعني انت لو قاعد مع اهلك ومثلا ما غسلتش هدومك هتلاقي والدتك اخوك ابوك مراتك اي حد معاك اللي قاعد معاك هتلاقيه غسل لك، لان دي حاجه معفنه ان انت ما تعملش كده. تمام؟ انما انت قاعد لوحدك لما ما تعملش كده انت مضطر هتقوم غصب عنك وهتشوف بقى اخرك ايه. لان هنا انت خلاص مفيش تمثيل بقى، هتعرف قيمه نفسك، هتعرف اذا كنت انت نظيف ولا معفن، بتعرف تخدم نفسك ولا لا. انت بيتهيأ لك بعقلك انا اقدر اعمل لوحدي، انا اقدر اعمل، بس تعالى بقى في الحقيقه هي اللي هتثبت الكلام ده. عرفت تعملها اتس اوكي، لو ما عرفتش يبقى انت كده كنت بتمثل على نفسك. وفي الوحده كمان بتجبر نفسك ان انت ما تشتكيش، لان انت بالفعل ما عندكش حد تشتكي له. ودي يعني اسوأ صفه ممكن تلاقيها في راجل، ان انت تشتكي او تعيط او اي حاجه. انت قاعد لوحدك خلاص، يعني حتى لو عيطت بينك وبين يا عم صلي وعيط، يا عم عيط مع نفسك. ولو ان انا مش بحب العياط عامه، ما بعيطش الحمد لله وضد المبدأ ده، وعارف ان في بنات هتقول لي لا عادي الراجل يعيط والرسول كان بيعيط وهيقعدوا يألفوا ويفتوا، بس الراجل ما ينفعش يعيط. تمام؟ لو لا قدر الله في موت ابوه موت والدته ماشي، دي حاجات كده الحاجات الاستثنائيه، انما غير كده ما ينفعش. انت قاعد لوحدك فانت حتى لو عيطت بينك وبين نفسك، فاهم قصدي؟ قاعد لوحدك ممكن تنزل الفجر ما حدش هيقول لك انت ممكن تعيط يا عم مع نفسك في الشارع بينك وبين نفسك، فاهم؟ انت ما ينفعش تعمل كده اصلا، بس حتى لو هتعمل كده ما حدش هيشوفك. انما تخيل كده تحصل حاجه معاك تخليك تجبرك ان انت تعيط، تخيل امك جنبك مثلا ولا اخوك ولا صاحبك، الموضوع مؤذي صح؟ في ناس والله بتقول لك ايه ما تخليش البنت امك وتشتكي لها، هو في الحقيقه ما ينفعش تشكي لامك حتى مشاكلك، ما ينفعش تعيط لها. عادي ممكن تعتزلها مثلا شويه لو انت عندك مشاكل بحيث ان هي ما تحسش بده، تمام. انما تروح تعيط لها تروح تقول لها ده انا عندي مشاكل، هي ممكن من باب الكلام كده ايه صدفه مثلا حصلت مشكله مثلا ايه، طب اقفل مثلا عشان معايا مكالمه، معايا مكالمه ايه، معايا مشكله دلوقتي، ده حصل معايا مشكله قبل كده، حصل مشكله قبل كده وحلتها لحد هنا تمام. انما انك تعيط لها تقعد تحكي لها مشاكلك حتى لو حاجه غصب عنك او حاجه في الشقه، دي حاجه مش من شيم الرجال. الوحده برضو احسن من الاجتماعيه في حل المشاكل، لان انت بتبقى قاعد مخك خلاص صافي، مفيش حد حواليك بيشتتك، اصوات دماغك بس حرفيا، يعني دماغك بس هي اللي بتتكلم. طول ما انت ماشي مثلا طول ما انت قاعد في الشقه كده هتقعد تتكلم مع نفسك، هتقعد تفكر، هتقعد خلاص بقى مفيش هروب. عارف انت الاوفر سينج اللي هو بتاع بالليل ده بقى هيبقى حياتك، خلاص بقى مفيش مفر. هنا انت هتواجه افكارك بالفعل، هنا بقى هيبان اذا كنت انت شاطر هتعرف توجه الحاجات دي للحاجات الصح وتفكر في الحاجات الصح، ولا دماغك هتروح في حاجه تانية.
في الحقيقه ناس كتيره ما بتستحملش تقعد مع نفسها اسبوع، مش عشان مش عارفه تخدم نفسها، عشان مش عارفه تواجه نفسها. الافكار اللي بتجيلها انت الاحساس بالذنب، انا ما اشتغلتش النهارده، ده انا عليا فلوس، ده ما هو كل ده لما انت بتواجه بيه نفسك بتقوم تحله بالفعل، يا اما بتضطر الهروب منه. طبعا انت لو معاك ناس هتنسى، ممكن قاعد معاك اخوك مثلا بتهزر بتنكش، انت ناسي اللي وراك اصلا. انما انت لو وراك مذاكره، وراك مثلا حاجه، انا مثلا ورايا تسجيل فيديو، انا قاعد لوحدي بفتكره، ايه ده انا في فيديو كنت هسجله عن كذا، تمام، او قام مسجله، لان مش الفكره مش هتروح من دماغي، لان ده تارجت وحاجه معينه انا حاططها في دماغي، فاهم؟ وطبق ده بقى باقي الحاجات عليها، سواء بقى في اكل، في هدوم، في غسيل، في شغل، في اي حاجه. الوحده بتكشف الحاجات دي، بتكشف افكارك، بتخليك فعلا تواجه نفسك. وحاجه كمان الوحده بتعملها ان هي بتفضح اعذارك، حرفيا بدون مبالغه. انت لو المفروض تعمل حاجه النهارده وما عملتهاش، هتيجي بكره عقلك هيحطها لك قدام امر الواقع، وانت قدامك حل من الاثنين، يا تقوم تعملها تسترجل وتقوم تعملها، يا اما هتعترف ان انت مش قد المسؤوليه، وان انت لسه مش ناضج كفايه ان انت تقول انا اقدر اعمل اي حاجه، وان انت تقول ان انت جامد والكلام ده. تمام. للاسف هي مشكله الوحده كمان في الحته دي، ان هي زي ما قلت لك بتحطك قدام المرايه، مفيش منها مفر. تعرف كده البلاك بيل اللي هي فلسفه الشكل دي، يعني الليفل الماكس بتاعها، يعني مفيش مفر منها. حاجه كمان الوحده بتعملها ان هي بتفضحك من ناحيه الكسل. بمعنى الكلمه، انت لو انسان كسول، الوحده اسرع حاجه تكشف لك الحاجه دي، مهما كنت يعني بتوهم نفسك باي حاجه. زي مثلا انت لو صحيت من النوم النهارده وراك مثلا لبس هتغسله، لو انت كسلت مره عادي، كسلت يوم واثنين ثلاثه ماشي بيحصل. لو انت وراك ضغوطات، مفيش وراك مذاكره تمرين، كسلت في حاجه، لو كل يوم تكسل في حاجه 2 3 من اصل 10 تمام لحد هنا تمام. بس اول ما تكتشف او تاخد بالك انك بتكسل زياده عن اللزوم، يعني انت وراك 10 حاجات كسلت في اكتر من 5 منهم، فانت كده انسان، يعني مش عايز اقولها انت كسول، هي ليها معنى تاني بس انا مش هقوله. تمام. حرفيا الكسل بيظهر قبل القوه. انت ممكن تلاقي نفسك جامد، بتتحط تحت ضغط وكل حاجه، بس صدقني كل ده مش هيظهر قبل الكسل. الكسل اول حاجه هتبان، وهي دي الحاجه اللي بتخلي الناس بتخاف من الوحده او مش بتتقبلها اساسا. وفي الوحده برضه هتكتشف ان كان في مشاكل كتيره بس مستخبيه ورا الضوضاء، او الناس حواليك مخلينك ان شايفين ان ده عادي. بمعنى انت مثلا ماديا مش افضل حاجه، تمام، انت مثلا بتقعد مع صحابك، قاعد مع اهلك، فانت عادي بالنسبه لك. معظم الناس حواليك هيبقى برضه ماديا بايظين، يعني مش نافعين ماديا، فانت مش هتحس ان في مشكله، هتحس ان ده الطبيعي. لكن اول ما تقعد لوحدك وتكتشف انك فعلا في حاجات كتيره محتاج تعملها، ماديا هتتكشف. تمام. وطبق ده بقى على باقي الحاجات، يعني ان انت كونك انك قاعد وسط ناس كتيره، ده بيخليك ما تحسش بالمشاكل قوي. انما في الوحده، ما هو انت كده كده لوحدك، فانت مخك مركز خلاص بقى على الحياه نفسها، سواء بقى شطاره، كسل، شغل، دراسه، اي حاجه في حياتك هتلاقي عقلك اتحط خلاص، يعني تدريجيا العقل هيركز في الحاجه دي بس. تمام. عكس لو جنبك حد، انت ممكن يبقى جنبك اخوك صاحبك يقعد يهزر معاك وينكش فيك، ينسيك اسمك ايه اصلا. حاجه كمان ان الوحده مش مرحله دايمه، بس هي مرحله مهمه ولازم تمر بيها في حياتك. ولو تفتكروا في فيديو عن اختبارات البنت قلت لكم ان في سلوك معينه وحاجات معينه لو ظهرت فيك الاختبارات دي هتتغير، او في بنت كانت هتديك الاختبار ده، اول ما الحاجه دي تلاقيها فيك الاختبار هيتلغي. انا دلوقتي واحد مثلا بقالي اكتر من 3 سنين قاعد لوحدي، وناوي يعني قبل جوازي لازم اكون مثلا تميت مش اقل من 10 سنين مثلا، بدون مبالغه يعني. لو انا اتجوزت ومراتي دلوقتي عايزه تديني اختبار زي او شيت تيست زي ما انتم بتقولوا، اللي هو ايه، مش هطبخ لك، او هتسيب لي البيت مثلا تشوفني هعرف اطبخ ولا لا، هي عارفه ان انا بقالي 10 سنين قاعد لوحدي، فتفتكر ان ممكن مراتي في يوم من الايام تيجي وتسيب لي البيت على اساس تشوفني هتصرف ازاي، هعرف اطبخ لنفسي ولا لا؟ واحد بقاله 10 سنين، ده يمكن انا بعمل ده اكتر منها. فاذا هنا الاختبار اتلغى، فاهم؟ فالوحده مرحله مهمه، هي مش هتكون دايما ومش هتعرف تستحملها، بس لازم تمر بيها مش اقل من 2 سنين متواصله، او حتى 3 4 سنين متقطعين.
لان هي فعلا بتعلمك الالتزام وبتكشف لك حاجات كتير وبتغير عقليتك نفسها. وحاجه كمان، في فرق بين الوحده وان انت تكون وحيد او متوحد. وحده يعني انت قاعد لوحدك، منعزل، عادي جدا، عايش لوحدك، بتصحى لوحدك، بتتمرن، بتذاكر، بتعمل، بس في المقابل برضه بتنزل مع صحابك، بتكلم اهلك، والدك، والدتك، اخواتك بيجوا لك او انت بتروح لهم. يعني مش هقول لك مره في الاسبوع، مرتين ثلاثه في الشهر، مره حتى في الشهر، بالتليفون حتى، فاهم؟ مش معنى انك قاعد لوحدك ان انت تنسى الحاجات دي، لا خالص، بل بالعكس انت كده هتتعب، فاهم؟ ممكن لو عندك ضغوط، ظروف مثلا لاسباب معينه، ممكن الموضوع ده يحصل في فتره معينه، انما ده مش معناه او مش مبرر ان انت تبقى لوحدك او تبقى وحيد. انت لوحدك في حياتك، انما ما تبقاش وحيد ومتوحد، ان الموضوع هيقلب معاك بحاجه تانية في الاخر. اللي ما بيعرفش يقعد مع نفسه لوحده مثلا اسبوع اسبوعين على الاقل، ويعرف يطبخ لنفسه، يعمل ده، محتاج يراجع نفسه، لان فعلا هيتعب بمعنى الكلمه. لان كده كده هتحصل معاك حاجات هتخليك غصب عنك مش بمزاجك هتتحط في حاجات لوحدك، زي مثلا ربنا مثلا ما يوفقكش في شغل هنا مثلا في مصر او ايا كان دولتك ايه، وتضطر تسافر وتبقى في غربه، هتعمل ايه بقى ساعتها؟ لو انا كاحمد لو اتغربت، ما انا اوريدي كاني متغرب هنا، خلاص الموضوع بالنسبه لي سهل. طب انت لو مكاني بس انت ما جربتش ومالكش في الوحده، هتعاني معاناه وحشه، هتلاقي نفسك بقى عمال تجيب اكل جاهز كتير، هتلاقي بقى حاجات كتير. انا بجيب اكل جاهز ساعات بس وقت ما ابقى فعلا مضغوط، فاهم؟ انما بعمل اكلي، حتى لو يا عم كل وجبتين واحده منهم جاهزه وواحده عاديه، خلاص تمام. والجاهزه دي برضو بفلوس انا، بفلوس شغل انا، مش هبقى واخدها من حد، فاهم قصدي؟ فالموضوع ده فعلا لو انت شايف ان الموضوع صعب وجربته وفعلا ما نفعش معاك، فانت محتاج تراجع نفسك قبل ما تتجوز، لان انت في اختبارات من مراتك، وممكن مراتك لا قدر الله تتعب، ممكن لاقي سبب تسيب لك البيت، ممكن لازم تبقى جاهز للحاجات دي. وعلى فكره زي ما قلت لك قبل كده، ان انت الحاجات دي والمزايا دي لو عندك من البدايه، مراتك مش هتسيب لك البيت اصلا، مش هتديك الاختبار ده، فاهم؟ فده هيساعدك كمان حتى في الجواز. حاجه كمان لازم تفهمها، ان الاجتماعيه مش حل للمشاكل، هي في الغالب بتكون مسكن. انت ممكن دلوقتي تبقى مخنوق، تطلع تقعد مع امك، تطلع تقعد مع اخوك، تنزل تقعد مع صاحبك، خلاص انت نسيت الموضوع. طب انت دلوقتي عندك مشكله، تهرب منها وتروح تقعد مع حد، ولا تحاول تحلها؟ يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا اتبسطت فيها من ان انا قعدتي لوحدي، ان انا ما بنامش غير لما احل المشكله او ابقى عارف احلها ازاي. يعني انا لو ممكن ما اروحش التمرين، ممكن ما اشتغلش، ممكن غير لما احل المشكله او اشوف لها طريقه على الاقل. ودي ميزه كويسه، فاهم؟ انما انا ما بتكلمش عن المشاكل اللي ملهاش حل. يعني انت لو لا قدر الله خسرت فلوس، خلاص انت مفيش حل، لو تقدر ترجعه مرجعه، مش هتقدر خلاص اتعلم من غلطك. يعني في حاجات ملهاش حل اساسا، انا بتكلم عن المشاكل اللي ليها حل. حاجه كمان الوحده بتعملها، بتخليك تواجه الصعب او المشكله بتاعتك او اي حاجه عندك، بدل ما تقعد تبرر لها، حتى لو انت مالكش يد في الموضوع. يعني انت ممكن تبقى قاعد كده، ودي حصلت معايا، مثلا تلاقي مثلا موتور الميه اتحرق، لا قدر الله الكهرباء ضربت، مشكله حصلت لك من العدم انت مالكش يد فيها. الوحده دي هتخليك تواجه المشكله مع انك فعليا مالكش ذنب، ممكن تاجلها، ولا الاجتماعيه ممكن تعمل كده حتى لو انت سبب المشكله دي. لكن الوحده بتخليك تواجه المشكله، مفيش مبررات، خلاص اصل انت قاعد لوحدك. يعني لو الكهرباء ضربت، انت الموضوع جاي فوق دماغك انت. الموتور الميه اتحرق مثلا من عندك وما معكش فلوس تصلحه، او انت مش مجهز له، او ما رحتش شفت سباك او بتاع مواتير يعمله لك، انت اللي مش هتلاقي تشرب، فاهم؟ فهنا انت محطوط غصب عنك انك تحل المشكله. ده ممكن يشكل ضغط زياده عليك عن اللزوم، بس صدقني على المدى البعيد ده بيغير عقليتك للاحسن. حاجه كمان انا ما كنتش عارف احلها غير لما قعدت لوحدي، هي انك ما تحاولش تبقى شبه الناس. الاجتماعيه لو تاخد بالك، انت دلوقتي قعدت مثلا مع صاحبك، مع اخوك، مع اي حد من عيلتك انت قاعد معاه دايما، لما تلاقيه نجح او عمل فورمه او مسك فلوس او اي حاجه في حياته، ممكن يبقى في فرق خبرات. يعني هو ممكن مثلا بيتمرن مثلا بقاله 3 سنين وانت لسه نازل جيم مالكش سنه، هتتحط تحت ضغط ان انت عايز تبقى شبهه. انت ممكن تتحسن وتاخد ده بجانب ايجابي، بس انا بصراحه كاحمد ما كنتش واخده بجانب ايجابي. يعني ما عرفتش اخد الموضوع ده غير لما قعدت لوحدي. خلاص انت بتنافس نفسك، مفيش حد بقى جنبك ان انت تشوفه بقى احسن منك لان انت اوريدي عليك ضغوطات تانية، عليك بقى مثلا تنظيف، اكل، شغل،
تمرين، في مليون حاجه تانية، فاهم؟ فانت هنا مش هتبقى مركز ان انت تبقى احسن، يعني الموضوع مش هيجي في دماغك اصلا، فاهم؟ هو ممكن من بعيد لبعيد ايه ده، انا اشوف صوره واحد جسمه جامد، ده انا في يوم من الايام لازم ابقى زي ده، انا هلتزم في التمرين زياده عن اللزوم. ده التحفيز الطبيعي. انما اللي انا اقصده انك تبقى قاعد جنب حد تحاول تعمل اي حاجه عشان تبقى زيه، وده للاسف هيضرك اكتر ما هيفيدك. حاجه كمان لاحظتها في الوحده، ان النمو عندي وحل المشاكل والنجاحات عامه كترت امتى؟ لما قعدت لوحدي. لسبب، انا دلوقتي مثلا قاعد باكل، خلصت اكل، بدل ما اروح اقعد مع اخويا، مع حد صاحبي، خلاص انا قاعد فاضي، فعقلي بيوجهني للحاجات اللي عليا. زي ما قلت لك في الاول، بتقعد تفتكر الحاجات اللي عليك، الواجبات اللي عليك، ايه ده انا ما طبختش النهارده، ما عملتش اكل الاسبوع النهارده، ده الهدوم مش عايزه تتغسل، ما نظفتش المطبخ النهارده، وهكذا. طبعا بيبقى في جزء كسل بس ماشي، فاهم؟ عقلك برضو بيفضل وراك لحد ما تعمل الحاجه. فطبعا بمعنى اصح تقدر تقول ان انت وقتك بيروح للحاجه الصح، تمام؟ وخلي بالك، الوحده لو عرفت تستخدمها صح، صدقني انت هتوصل لاعلى مرحله وعي بطريقه مفيش خلاف، يعني ما حدش يتخيلها. وافتكر حاجه، ان الراجل دايما الناس بتنجذب له لما بيكونش محتاج لحاجه، سواء فلوس، عاطفه، شغل، اي حاجه، فاهم؟ زي ما بنقول احنا عاليه الوفره، انت واحد بتعرف توفر لنفسك كل حاجه، انت اوريدي مش محتاج حد يعملها لك اصلا. مش هقول لك تقدر توفر اكتر من حاجه، حتى يا سيدي لو كسلت في الاكل بتطلب اكل عادي، فاهم قصدي؟ والفيديو ده مش غرضه ان انا اقول لك سيب بيت اهلك وروح اقعد لوحدك، مش ده اللي انا اقصده. انا بس بوريك امثله للحاجات. طبعا في مليون حاجه انا اتعلمتها، كده كده ممكن اعمل لكم فيديو تاني برضو اقول لكم على العيوب والحاجات اللي انا واجهتها، طبعا بحيث ان محدش يقع فيها. لو حد مهتم بالحوار ده انا ممكن اعمل لكم الموضوع ده، لان انا قاعد فعلا بقالي فتره وشفت العجب بمعنى الكلمه، ومريت بحاجات كتير. وفعلا التجربه بتفيد في حاجات تانية كتيره، كفايه ان هي بتخليك تعتمد على نفسك. تجربه كده اشبه بالجيش، يعني حاجه كده قريبه للجيش، بس دي بمزاجك، فاهم؟ وبضغوطاتك، وبتبقى فاهم قراراتك، وبتبقى فاهم انت حدودك ايه، وبتعرف تتعامل ازاي، وفاهم قيمتك الحقيقيه. قعدتك لوحدك هي اللي بتكشفك على حقيقتك، كانك وقفت قصاد مرايه كده، والمرايه دي بتظهر لك عيوبك ومميزاتك، تمام؟ فالوحده مش عيب خالص، ولازم تقعد فتره، ولازم طبعا تشوف انت مثلا، انا قاعد لوحدي، لو انا مثلا نزلت معايا المفتاح، لو المفتاح ده ضاع والساعه 2 الفجر هعمل ايه؟ ابتدي اشوف، لان هو موقف زي ده ممكن يحصل بعدين، ممكن يحصل موقف شبهه في حاجه تانية، فاهم؟ فطبعا انت هنا في الغالب مش هيبقى في حل سريع غير انك تستنى الصبح وتجيب نجار يفك لك الطبله. بس بتحاول تحط نفسك تحت ضغوطات، بحيث ان انت تفهم الدنيا، فاهم؟ او لما تتحط في موقف زي ده، او مشكله فيما بعد زيها، او اي حاجه، ما تتفاجئش. خلاص انت هنا معنى اصح. فاكر كده ايام كورونا لما الواحد خد اللقاح وكده، جسمك خد المرض واتعافى منه، عشان لما لا قدر الله كان يجي له يبقى متعامل معاه قبل كده. طبعا هل ده منع الكورونا خالص؟ لا، في ناس ماتت برضه بعد ما خدت اللقاح عادي بسببه، بس هنا قلل الموضوع بنسبه كبيره، فاهم؟ وهو ده اللي الوحده بتعمله. ولو انت فعلا بتفكر تقعد لوحدك، خد التجربه، ما تندمش. جرب كده، روح خد شقه مفروش شهر مثلا، اسبوع حتى لو تقدر، وشوف نفسك. وحتى لو بتعاني ما تخافش، خليك كده واثبت. انا اول اسبوع تقريبا كنت مبسوط، يعني دي حاجه غريبه اصلا، المفروض الواحد مثلا بيخاف، المفروض بيواجه صعوبات، بس في الحقيقه الكلام ده ما حصلش. لان انا اوريدي لما كنت قاعد في بيت اهلي كنت برضو منعزل شويه، قاعد في الاوضه لوحدي، يعني ايه، متعود على الانطوائيه شويه، تمام؟ وزي ما قلت لك ان القعده لوحدك بتفهمك حاجات كتير. طبعا هتتقبل اي حاجه، طبعا بما ان محتوايا ريد بيل وبلاك بيل يعتبر او جزء منهم، هتتقبل البلاك بيل بسهوله، الريد بيل بسهوله، حاجات كتيره الموضوع عقلك هيبقى شغال بقى بطريقه احسن، لان عقلك بقى مش هيبقى فاضي، هيبقى مر بحاجات اسوأ من، يعني صدقني ان بنت مثلا ترد عليك متاخر، دي بالنسبه لك مش هتبقى مشكله. كونك انك تترفض بسبب شكلك، دي مش هتبقى مشكله، انت في حاجات مشاكل كتيره هتبقى عديت منها، فاهم قصدي؟ او زي ما بقى عندك مناعه يعني من الاخر.